بسم الله. شلونكم متابعيني؟ أخباركم؟ اليوم إن شاء الله راح نسوي شغلة. هسه طبعا فيديو هسه تعرفوها. هسه هنا عندي عدس. طبعا أنا عدس غاسلته ومنقعته بحيث تشوفوا يعني كلش يعني منقع كلش. فراح أخذ العدس هذا وراح أخليه هنا بالخلاط حتى أمرده. شوفوا خليته هنا كمية، وهخلي شوية مي مو هواية، وراح أضربه بالخلاط. ما فتحت الخلاط بس على مود الصوت، بعدين أوريكم إياه. هسه تشوفون أنا شلون ضربته بالخلاط، تشوفون هياته شلون صار. طبعا أنا شوية أحتاج مي وخليت له، تشوف شلون المرد. هسه حخلص هاي الكمية اللي عندي هاي تشوفوها، أخلصها وبعدين أوريكم ايش راح نسوي من جديد. هسه بعد ما خلصنا الخلط العدس، هسه تشوفون شلون صار عندي. هسه راح أخلي عندي البهارات هنا، فلفل أسود وكركم وكمون، ملح، فلفل أبيض، وعندي هنا بابريكا. راح أخبطها كلها سوية حتى نسوي الخليط مالتنا. هذا تشوفون هسه أخلطه. هسه صارت عندي العجينة، هي تشوفون اللي هي عجينة العدس جاهزة حتى نبدي نسوي خبز العدس. إذا ردنا مثلا نسوي عروق العدس، احنا بهذا الخليط نقدر نخلي لحم مفروم وبصل وخضرة حتى نقدر نسوي العروق مالته. وهسه اوريكم شلون بس اجهز الطباخ حتى نبدي نشتغل. هسه هاي ان شاء الله انا راح اسوي هذا. عندي شويه لحم مفروم وخليت طماطة عليه وبصل، وراح اجيب هذا شويه الخليط مال العدس طالع. الله يا ربي. هاي وياته، وراح اخلطه. قاعدة اخلط الكمية مع بعضها. اللحم المفروم طبعا انا ما عندي خضرة كرفس او معدنوس او هذه، فحسوي بس يجي. انتو اذا عندكم عادي تخلطونه كل زين. انا هنا مجهزة الطباخ. هذا تشوفون هاي اللحم صار. هسه انا راح اشيل كمية من هنا واخليها على التاوة، وياك على التاوة وياك. وأعوفها تستوي. نفس الوقت راح أجيب كمية من هذا، كمية من هذا الخليط اللي كل شي بنخليه بيه، راح أخليه هنا. طبعا أنا فاتحة العيون نصيتها، تشوفون شلون افتحها حتى تصير مثل خبزة. ويبقى انتو يمكم ايش كبر ما تريدون كيفكم.
هسه اني هذه تتباعون شلون قلبتها، اخليها تستوي. وبعدين هذه بعدها لان هياتها احرك بها من هنا ومن هنا ماكو، فاني هم راح اغطيها واعوفها هي تشيل نفسها. هسه نشوف بسم الله، تشوفون شلون استوت هاي اللحم. وراح اشيلها هنا بالماعون وراح اسوي من جديد. هم هيك افرشها من جديد. رتبوها سووها على شكل دائرة. وبعدين أسد عليها. هذه طبعا أني ايش سويت؟ خليتها بالبداية ما دهنت التاوة، يعني هذا الصاج ما دهنته، فبعدين غسلتها ورحت دهنت الصاج وخليتها من جديد. هسه هاي بعدها فراح اسد عليها خليها تستوي وبعدين نشوف. هسه أنا راح اشوفها هاي ان شاء الله. هذا تشوفون شكلها شلون حلو. وهذه أنا قلبتها هاي الثانية، راح اخليها همينة بالماعون تشوفون شكلها. وراح اسوي من جديد. طبيعي يستوي. راح اخليها راح اخليه من جديد. بس ان شاء الله اخلص الكمية واواريكم تشوفون هاي الشكل. هنا هاي اشكالهن شقد حلو، منا مستوي ومنا هم نفس الشي طبعا مستوي. وهسه اخلص الكمية ان شاء الله واواريكم. بسم الله. هسه اني ان شاء الله خلصت. تشوفون هنا الخبز عروق اللي سويته، عروق العدس. وهنا العدس وحدة تشوفون شكلها هياتها. طبعا هذا ما تشوفوها محترقة، هاي هنا مكرملة ومو هذه بس بالكاميرا تبين اللون مالتها. وهنا هذا الطرشي اللي سويت لكم اياه فيديو سابق تشوفون شكله. وهنا سويت وياها لحم وطماطم. وهذا ان شاء الله عشانه تشوفونه ان شاء الله يعجبكم. هذا تشوفون هاي حقسمها تشوفون شلون مستوية بداخلها هياته، وحتى هشة تشوفون شلونها هشة ولذيذة كلش. وهنا هذه هم نفس الشي تشوفون هياته شلون مستوي العدس بداخلها هياته. وهذا عشانه ان شاء الله. ولا تنسوني باللايك والشير، فعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. وارجو ان تجربوها لان اكله كلش طيبة. اني هاي ثاني مرة اسويها.
لأن العدس عندنا يعني صلوات عندنا عدس يعني دا يعطونه، فقلت أحسن ليش ما أسوي مثل خبز، وهمينه مغذي بيكمل حديد كلش هواية، اللي يفيد له اللي عندهم فقر دم. زين، وهنا أكلنا كلش صحي، من ناحية الخبز، من ناحية اللحم وطماطة، وهنا الطرشي مالتنا اللي هو شغل إيديا. زين، ولا تنسوني باللايك والشير، فعلوا الجرس ويصلكم كل جديد إن شاء الله، وبالعافية.